التلفزيون والمدرسه كندير واحد النشاط اللي كيكتشفوا من جديد. راه المخيم بالنسبه للطفل راه هو اكتشاف ماذا؟ اكتشاف الانشطه، الالعاب، الانواع ديالها، اكتشاف مثلا المهارات اليدويه، المعامل التربويه والاشغال اليدويه، الاناشيد بالانواع ديالها. اذا اشنو عندنا هنا؟ اصبح واحد الخطا كبير صياغه المفاهيم التنشيطيه. المفاهيم التنشيطيه عرفات واحد الاختلاف. انا كنهضر على المفاهيم التنشيطيه الخاصه بالمخيمات. راه ملي كتقول الالعاب في المخيم، الالعاب الداخليه والالعاب الخارجيه. راه ملي كتقول الالعاب التعبيريه راه كاينه العاب تعبيريه. ملي كتقول الاشغال اليدويه راه اشغال يدويه. المعامل التربويه راه ماشي هي الاشغال اليدويه، راه التعاريف الصحيحه. ولينا كنلاحظوا برامج مقتبسه تدخل الى المخيم. انا ملي كنمشي كنلقى عشيه كامله في واحد المخيم دايرين مسابقه ديال ماستر شيف. كاين واحد البرنامج خدينا منه شي حاجه، بغينا غير نعمروا الوقت، جبنا الاطفال، جبنا لهم بطاطا خيزو كذا، وتنقول ماشي نشاط في المخيم. هذا راه ماشي نشاط. اشنو غيستافد الطفل؟ هذاك الشيء راه شافوه في التلفزيون، ولكن بالنسبه لنا حنا شنو عطيناه؟ انا هاد الاشياء اللي شفنا في العرض مع الاستاذ حمدي راه نقدناه وفرغناه وخرجنا منه واحد المجموعه ديال الانشطه. الحياه اليوميه راه اصعب حاجه في المشروع التنشيطي. شنو هي الحياه اليوميه بالمخيم. شنو هي الحياه اليوميه؟ من الاستيقاظ حتى الليل حتى كينعس. هنا كطرح السؤال: كيفاش غندبر التنشيط من مفترض الاستيقاظ حتى مفترض النوم؟ ماشي كتبقى تعمر باش يدوز الوقت. اولا دير لهم السباحه، عرفتي دير لهم السباحه، لا دير لهم القصور الرمليه. واش القصور الرمليه كنديروها بالطريقه التنشيطيه اللي خصها تكون؟ لا. اذا الله يرضي عليكم غتعاودوا تبحثوا في المفاهيم اللي تكونوا كديروا صياغه المشروع التنشيطي، المفاهيم ديال الانشطه التربويه. علاش؟ باش المدير والمسؤول والمنشط تيكون تيخدم في الصوره الحقيقيه ديال المخيم، في الصوره الحقيقيه، وكنمشي غير بشويه. راه المخيم ماشي هو البراجه. هو المخيم ناشط. علاش ناشط؟ حيت كلشي كيشطح. دابا هذه هي المفاهيم الخاطئه اللي ولات عند المخيم، وبدينا كنفرغوا المخيم من داك المحتويات ديالو. ولهذا علاش دابا المنظمات والجمعيات، وهنا كنشكر الاخوان ديال المكتب ديالو زعما لنا كانوا سباقين في الاختيار ديال المشروع التنشيطي. علاش؟ لان اصعب حاجه في داك الشيء هو المشروع التنشيطي. شفتوا المشروع البيداغوجي ساهل، المشروع التربوي كما قال لكم السي حمدي راه ساهل. ها اللي صعيب هو المشروع التنشيطي. راه باش تبني برنامج تنشيطي خاصه المديرين، الاخوان المديرين اللي دوزوا، المديرين راه كيعرفوا تيبداو بالمشروع البيداغوجي وكيدوزوا للتخطيط والبرمجه. هذه عروض ديال المدير. يا ربي يا ربي. ويا الله انهم تيوصلوا انهم كيصححوا الاخطاء والمفاهيم الى غير ذلك. اذا نتمناو حنا في الرابطه نلتقي مع الاخوان في المكتب، اي حاجه عندنا غيمكن ندعموا بها الاخوان. اي حاجه معرفيه غيستافدوا منها الاخوان غنجعلوها راه الاشاره ديال هاد الاخوان هادو فيما يتعلق بالنوعيه الانشطه، المسائل كامله. حنا غير يقولوا لنا الحاجيات حنا مستعدين، ونتمنوا التوفيق للاخوان. والبدايه غتكون من الاشغال ديالهم. واحد الملاحظه، حاجه مفهومه كاع بدينا. هو المخيم راه الابداع، كلمه ابداع طبعا هذا الكونسيبت. الا شفتوا حديد دار رشيد الوالي امين ناصر مجموعه المبدعين عزام ولا الشباب كلهم ولا دار الشباب جمعيات ناس الغيوال مشاهد كلهم دازوا المدرسه ديال دار الشباب. بمعنى انهم شافوا طلعوا مع مدربين ولا مرشدين وهما اللي عطاوهم هذه الماده وهما اللي عطروهم الى غير ذلك. باش تعرفوا الخطوره ديال الجمعيه. الجمعيه ماشي وسط الاذاعه دائما كنذكرها. الجمعيه راه مشروع تربوي. راه ما كتعرف هذاك الطفل اللي عندك كي غادي يوصل، ما كتعرفش شنو غايقول عليك، ما كتعرفش.
لهذا تدبير الزمن اليومي ديال ما يسمى بالحياه اليوميه بالخيام، تدبير الزمن راه ماشي سهل. الا كنا عندنا الاليات وعندنا الامكانيات كيدوز لنا سهل. اولا كندير البرمجه والتخطيط سهل العمليه، ندير خطه، والخطه اللي هي البرنامج البيداغوجي مشروع تنشيطي، ولكن عندي الادوات ديالي باش نطبق داكشي. اولا ما يمكنش ندير انا مخيم وما يجيش معايا واحد كيدير انشوده ولا جوج، ما دارش واحد ما كيديرش معايا التربويه، ماشي اللي كنعمرو، لان الا عمرتي عاد تدير مخيم ما كاينش. مخيم فيه الماكله والبحر، او فيه لا بيسين او فيه مخيم وعرود وشجر. لا، خص يكون مخيم. الحياه اليوميه باش يكون عندي مشي بيرسون. اش كنقول انا التكوين؟ الا كان عندي مدير كفء كاع اش كيدير، ضرب لي مشروع مع الفريق ديالو، وهذا الفريق ديالو راه فيه الناس اللي عندهم التكويني اللي عندهم انشطه، يدير المخيم. ماشي راه كنقول مدرسه راه مدرسه، راه حارس عام حارس عام، مدير ناظر الدروس راه موجود، الاستاذ اللي كيعرف الانجليزيه كيعرف الانجليزيه، اللي كيعرف الفيزياء كيعرف الفيزياء. اذا باش نعطيو مدرسه ما يمكنش نعطيو مدرسه والو، واحد الدرابو وواحد 2100 300 داخل المدرسه، وهذوك اللي جايبينو ندوزو هذا العام باش ما كان، ما عندوش العام باش ما كان. لان باش تعرف راه في صالح، راه في صالح تخدموا ديال مايسترو داخل الجمعيه ديالو. مايسترو هو كنقلب على الشاب بحال كيشري ميس، كيشري العيب، كنتهلا فيه كنعطيه العنايات الشاب اللي كنجيب معاه او شاب كنعطيه العنايه، لان نهار كنسمع كنخدم انا وياه مشروع. انت جا عندك انت واحد عندك مكون كيرغبك في الواتساب وما يخليك دير لنا المخيمات والمريش ديالك ومكون عارف انشطه الصباح، عارف العاب وداكشي، ما تعطيك مخيم ما فيه حتى حاجه، انا ما تعطيك. اذا حنا شوف حنا اتفقنا انا عارف واش غنخدم. انا الهدف ديالي ماشي الاول، والله الا مشى هو مشروع، حنا مشروع مازال عند راسي، انا غنديرو له 3 ايام ديالي. انا صراحه الاخوان بعد اولا مشكورين على العرض ممتاز، ولكن التفكيك ديالو والتفكيك المصطلحات وتنزيلها خصها وخصها لي بيرسون حتى الناس اللي مع احترامات. ماشي كنقول كي كنقول هذاك ما يشوفيش ديال النهار، ما يسوفيش فينا مشروع تنشيطي راه ماشي ساهل وما صعيبش، ما ساهلش لان خصو وقت. على المشروع التنشيطي انا دابا باش نعرف انا الاخت ولا الاخ باش نعرف باش ندير واحد التقييم ما عنديش باش لا ندوزو محطه اخرى. اذا دابا باش انا كنقول لك كنبرجو مع احترام الخدمه ديالي اللي كانت موهبه العمليه، كندوزو واحد المحطه لا بد اقرب وقت ندوزو 3 ايام ديال بناء مشروع التنشيط باش اوتوماتيكمون ندخلوا المحطه كما قال حناش، ندخلوا ايام تكوينيه في الانشوده، ايام تكوينيه في الالعاب الداخليه. راه انا كنقول لكم اقسم بالله كبير الا كنديروا كيسالوا الدراري ورشه كنديروا سهره داخليه ولا واحد ما عندوش يلعبوا داخليه، وهذا الضحك ديال شي عام ما عندوش. كيفاش انت عندك 32 اطار المخيم تاعك ما عندوش شي حاجه. اذا انت واش التداريب السونوريزاسيون اللي جالسين معانا لا نسيت راه كاين اللي خدا التداريب ولكن ما كاينش الميزاجور ديال طول السنه، ما كيعرفش الانشوده. انا نعطيك واحد الصحراء كنسير انا بالانشوده كندخل نجبر راه فارغ الانشوده تتشبع بالكلمات باللحن بكل شيء، ولكن كون كنت مهتم تدخل تحفظ تدخل تسمع تنغم شي شويه. هذاك اللي كيبان الميضه تدخل في الحمام باش كيرد شي ناس لان كيعجبو غير هذا. اللي كنقول لك هذا الاناشيد وهذا الشيء ما عجبوش في الدراسه العاديه، ما عجبوش في الشارع، عجبوه الا في واحد الفضاء سميتو الفضاء المخيم. اذا انا كنتمنى شويه بالحب يدوز هذا الميدان، الا كان هو الانطلاقه ديالو اي حاجه نتغلبوا عليها. انا ما عرفت كاين واحد المعيق استاذ، المعيق اللي كاين دابا هو ان دابا كتشوف الطفل ديال 3 سنوات شاد البورطابل، لهنا 7 سنين كي غادي يكون هذا الطفل. وما تنساش بان داخل المخيم ان الطفل جايب معاه التليفون ديالو لا حيدتو بحال كتحيد له الفيبغون. كاين واحد المعيقات عاوتاني واش تعليم مباشر اللي كيكون عنده برنامج صحيح والله الطفل ما وهذا هو مشروع التنشيط خصك ديرو وفق داك الشيء اللي كاين. هي ملي كدير مشروع محبوب للطفل باغي شوف فيه ذات اللي كاين تتعامل مع القناع. انا من الناس اللي كنخرج كمدير المخيم ما تزوجش تدير التليفون، المدرب واقف معاك مع التجمع هو براسو داير التليفون ديالها يواجه في الواتساب يواجه هو براسو اللي انت هو مكلف المهمه براسو التليفون. مي كيفاش تتغلب على هذا الشيء؟ هو دير برامج تنشيطيه يبغيها الجميع. هذا الصيف العزيز ربما زدتك الصحه اللي كان ممكن تكون قابله محبوبه كتنفذ القلب كيبغيو الدراري اللي كندير له التحدي والاطفال كيعجبهم التحدي يعجبهم المنافسه. راه انت كتشوف الدراري دابا كيخدموا كيجبرهم كيلعبوا ليه، ولكن الا ما جبرش عليه التليفون ماما ديالو الى غادي التليفون هذا ما عندكوش عند التليفون الخمس ديالو كيدير ماما الامهات راه عارفين هذا الشيء
هيك خليها تمشي تعجن للكوزينه كيدير لها التليفون خصو يلعب، ولكن كنجبر له البديل. اذا هذا بناء مشروع التنشيط راه ماشي اللعب فيه، كندير مشروع اللي يقدر يحقق الاهداف ديالو. هو الهدف اللي قال عليه الاستاذ بعدا اولا هذيك التكنولوجيا ما نكونوش العبيد ديالها. صافي هو الدري حقو الهدف ديال المرح وديال اللاعب وديال الافاده. الا خدمنا على ذيك الى اسعاد بالضبط، الفرح افاده المتعه. لان وشوف اجمل مخيم هو اللي كيكون كلشي مالح فيه. اما المدير هو مالح، الرئيس مالح، الجماعه مالح، كلشي زوين. وكتجي حتى الناس اللي الجمعيات اللي دايره بحدا به حتى هما كيجيو ينشطوا معاك، كيتعجبوا شي سهره كيجيو شي تمشاش كيقولوا هذا مخيم طاب، الناس ضاحكه مبتسمه بخير وعاشقه للوطن. شكرا لكم. تفضل سعيد اللي جا ديالك. زعما ماشي واحد الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أولا أفتتح بقولي هو كلمة شكر الأعضاء اللي كانوا معايا كاملين اللي ساهموا في إنتاج هذا المشروع الثقافي التربوي. إذا أول حاجة عندنا هي عنوان ديال المشروع. طبعا الحال الله إذا بطبيعة الحال حنا ارتئينا أننا رحمك الله ارتئينا أولا أننا نخدموا على مشروع المسابقة الثقافية. بطبيعة الحال أي مخيم كما قلنا ضروري خصنا نخدموا على بعض الأنشطة اللي كتكون هادفة سواء للطفل أو سواء لليافع بصفة عامة الفئة المستهدفة. شفنا أن الفئة المستهدفة اللي نقدروا نخدموا عليها بطبيعة الحال المخيمات الأكثر تداولا هما مخيمات ديال الأطفال من السن السابعة إلى أقل من 13 سنة. الأهداف الإجرائية اللي ارتئينا أننا نشوفها في هذه المسابقة الثقافية هي تنمية المعارف واكتساب المعلومات. بطبيعة الحال أي مسابقة ثقافية ندخلوا فيها أسئلة ثقافية، أسئلة عندها علاقة بالدين، عندها علاقة بالمواطنة، عندها علاقة بزاف ديال المجالات راه غادي تنمي لنا المكاسب والمعلومات لدى الطفل. إذكاء الروح الجماعية لدى الطفل. بطبيعة الحال كما كنعرفوا أن المسابقات الثقافية ما يمكنش تكون كتأثر من طرف شخص واحد، كتكون فيها مجموعة. داكشي علاش ضروري خصها تكون فيها إذكاء الروح الجماعية لدى الطفل. كنلقاو بعض الأطفال داخل مخيمات ما عندهمش ثقافة الجماعة، يعني كتلقاوه منعزل بوحدو ما عندوش ديك القضية ديال أنه يخدم مع جماعة. كنديرو الجماعة باش كنميو ديك الروح الجماعية في الطفل. خلق روح المنافسة الشريفة. كما كنعرفوا جميعا أن المسابقة الثقافية أو أي مسابقة كما كندوها عندنا فيها الرابح والخاسر. خصنا داك الطفل اللي كيخسر في التالي يتقبل الخسارة بروح رياضية، ما يبقاش فيه الحال ما يزعفش وما يغضبناش ويجينا المخيم كامل مع داك الطفل غاضب علاش حيخسر في المسابقة الثقافية. عندنا ترسيخ قيم المواطنة والترفيه. بطبيعة الحال كما قلت أن المسابقة الثقافية تقدر تكون فيها بزاف ديال المواضيع اللي نقدروا نهضروا عليها، منها المواطنة والترفيه. بطبيعة الحال أن المسابقة الثقافية كاملة هدفها أن هذوك الوليدات يرفقوا على راسهم ويخلقوا واحد الجو من المرح. الأنشطة الداعمة المقترحة، كاين أناشيد تعليمية ما بين كل فقرة وفقرة نقدروا نديروا يعني نشيد تعليمي أو لا أناشيد ترفيهية بحال أناشيد نشاطية أجا في العبة بحال هكا فلان ما جانا. نقدروا ندخلوا فيهم التعليميات مثلا أناشيد تعليمية بحال أناشيد اللي كتعلمنا الوضوء بحال إن أثناء أذان الصلاة. كاين أناشيد تعلمنا الأسنان وتحشية السانون في لعبات بحال هكايا قائمة طويلة. أمكنة تنفيذ النشاط. بطبيعة الحال أنت في مخيم ما يمكنلكش أنك تنفذ النشاط في شي حاجة وحدة أخرى بحكم أنها يعني مسابقة ثقافية ضروري غتخدم في فضاء مغلق. توقيت التهيئ وزمان التنفيذ. بطبيعة الحال هي المسابقة الثقافية خصها تكون مهيئة قبل المخيم، يعني ماشي بالضرورة تجي للمخيم عاد تبدا تقلب على الأسئلة، حط السؤال هنا لا نديرو هذا السؤال واش هذا غينفعنا هذا لا. بطبيعة الحال خصها تهيئ قبل المخيم. بالنسبة لداكشي ديال القاعة ديكوراسيون
التطاشو كيكونوا مكلفين بهم اصحاب المصالح داخل المخيم، يعني فرقه مكلفه بالمصالح العامه هي اللي كتقاد القاعه باش ان كلشي كيمشي مضبوط مزيان. الفتره ديال الفتره ديال المسابقات الثقافيه تقدر ديرها في المساء. رأينا ان النشاط المسائي كيكون هو احسن نشاط، يعني من بعد الكوتي اللي كيكون في المخيم هي افضل فتره تقدر دير فيها مسابقات ثقافيه. الوسائل والادوات الديداكتيكيه، بطبيعه الحال اي مخيم خصو يكون فيه وسائل ديداكتيكيه وتجهيزات بحال مكبات الصوت، الحاسوب، المصلات يعني التطاشو، آلات موسيقيه وجوائز التتويج وشواهد المشاركه. اساليب التقويم والمكلفون باجرائها، بطبيعه الحال تكون عندنا لجنه تحكيميه اللي غادي دير لنا التقييم ديال التقويم ديال المسابقات الثقافيه، على حسب النقاط اللي شوف لنا شكون اللي جاوب شكون اللي لا. وتوزيع استماره على الاطر المباشره للفرق. ما نوزعوش استماره على الاطر المباشره انهم هما فاش ينفردوا مع الاطفال ديالهم داخل الشالي او واحد الفتره اللي كتكون يعني ما بين الفتره الليليه والفتره المسائيه، يسولوهم على النشاط كيفاش دار، شنو عجبكم فيه شنو ما عجبكمش فيه، باش في اخر اليوم من بعد في السهره الليليه فاش كدير الاجتماع تقييمي لليوم الاطر غيكون عندهم واحد الفكره مسبقه على داك النشاط كيفاش دار. وهذا هو العرض كامل شامل. شكرا على التفاعل. سيدي أمري صافي. المجموعة الأولى اختارينا الموضوع ديال الوسائل السمعية البصرية. أول حاجة اختارينا عنوان المشروع. عنوان المشروع هو إذاعة المخيم. اختارينا النقطة ديال المخيم، الإذاعة ديال داخل المخيم. بالنسبة للفئة المستهدفة هي الأطفال من 7 سنين أقل من 15 عام، نظرا لأن هذه الفئة هي الأكثر اللي تمشي للمخيمات بزاف. هي فئين عندهم مرحلة الأخرانية. الأهداف الإجرائية، اختارينا أول حاجة هو الهدف العام. الهدف العام من المشروع كان هو الإنشاد داخل المخيم أو إنشاد المخيم. أهداف إجرائية: تحفيز الأطفال بمضمون شعار المخيم، استعمال الإذاعة كوسيلة تربوية، تمرير رسائل تربوية وإلى ذلك، إشراك الأطفال في المواد والفقرات، الأنشطة الداعمة، لقاءات وحوارات، الصحف الصغير، فقرات ترفيهية، إشراك الأطفال في الإذاعة ديال المخيم، بحال يكونوا مراسلين صحفيين يديروا لنا تغطية ديال شي حدث، بحال البرلمان الصغير يديروا التغطية. أمكنة تنفيذ الأنشطة: توفير مقر خاص بالإذاعة، الفضاءات الممكنة حسب البرنامج. كنا نديرو شي نشاط داخل شي تغطية صحفية داخل المطبخ ديال البرنامج، داخل المطبخ المخيم. توقيع التهيئي والزمن، التهيئ القبلي للبرنامج. قبل ما نديرو برنامج للمخيم يكون عندنا واحد التهيئ، موجدين شنو غادي نديرو برنامج ديال الإذاعة تغطي فترات المقترحة من طرف الإدارة، تكون واحد التنسيق ما بين المسؤولين عن الإدارة مع المقدم ديال الإذاعة. الوسائل والأدوات الديداكتيكية، أول حاجة يكون إطار مؤهل أو تقني متخصص في الصوت والوسائل السمعية البصرية. وسائل سمعية بصرية بحال الصونو، مخبرات الصوت، وسائل كتابة، حاسوب وما إلى ذلك. الأدوات والأساليب وهم المشرفين بالإجرائية: شبكة تخييم، إدارة مع مشاركة بعض الأطفال والأطفال.
قادر على عرضه القيم الذي استفدنا منه كثيرا. اذا بالنسبه للمشروع التنشيطي اخترنا موضوع يعني الخرجه الكبرى لما يعني تحظى باهتمام كبير من طرف اطفال المخيم من اجل تغيير اولا الفضاء المخيم واكتشاف المدينه. اذا اولا عنوان المشروع الخرجه الكبرى، الفئه المستهدفه يعني اطفال المخيم من 7 سنوات الى 14 سنه. بالنسبه للاهداف الاجرائيه هناك مجموعه من الاهداف، منها يعني التعرف على الحاضره القريبه من المخيم. يعني الهدف الثاني استكشاف المدينه يعني من خصائصها الحضاريه، التاريخيه، الثقافيه وكذلك العمرانيه. كذلك الترفيه والترويع عن النفس، اقتناء يعني مشتريات، بالاضافه الى توسيع المجال الادراكي للطفل وتعزيز الثقه وروح المسؤوليه لدى الطفل. هذا فيما يخص يعني الاهداف الاجرائيه. فيما يخص يعني الانشطه الداعمه، يعني كل هدف له نشاط داعم او اجراء داعم. بالنسبه للنشاط الاول يعني زياره المآثر التاريخيه، زياره الاسواق الشعبيه، زياره مجموعه من الالعاب، كذلك تنشيط تربوي، زياره موجهه وفسح المجال للطفل من اجل الاقتناء والتفاوض. اذا في الخرجه الكبرى نعلم الطفل روح المسؤوليه، عندما يعني مثلا يذهب الى سوق من اجل اقتناء يعني ما يعني تذكار او شيء هكذا يتفاوض مع البائع. يعني هكذا يعني نرسخ ونعزز روح المسؤوليه لديه. بالنسبه للتوقيت والزمان طبعا يكون في يعني البرنامج العام او البرنامج الخاص. الوسائل والادوات الديداكتيكيه، طبعا اول شيء هو وسيله النقل. هل هناك وسيله نقل يعني امنه للطفل؟ اللباس الموحد يعني الذي ارى ان من وجهه نظري يعني ضروري جدا. الرخص طبعا، ثم حقيبه الادويه طبعا، ثم بنك معلومات الطفل. يعني عند انتهاء الخرجه الكبرى يكون تقويم يعني هذه الخرجه الكبرى، يعني مدى تحقيق الاهداف، هل تلك الاهداف تحققت ام لا، ثم الاكراهات والمشاكل التي واجهناها خلال تلك يعني الخرجه، ثم المفعول الرجعي للاطفال. يعني هكذا. تعليم انا نديرولها سد حمدي. السلام عليكم. تحية تربوية للجميع. المثال اللي اختارينا كمجموعة ثالثة هو المخيم الإيكولوجي. كما كتعرفوا بأن حديث الساعة هو البيئة، وأكيد أي مخيم موضوعاتي كيتركز على مجموعة ديال المواضيع. الموضوع اللي اختارناه هو الموضوع الإيكولوجي، بحكم أن عندنا إكراهات. مؤخرا كنعانيو من مشكل الجفاف، كنعانيو من مشكل البيئه، ما بقاتش بيئه سليمه، وبالتالي الناشئه خصها موضوع اللي ممكن اننا نناقشوه معاها. هذا الموضوع هذا من طبيعه الحال غيكون هو البيئه. كنختار حيت الموضوع العنوان ديال المشروع هو المخيم الايكولوجي. البيئه المستهدفه هي من 7 سنوات الى 14 سنه، 15 قل شي حاجه. الاهداف الاجرائيه اللي هي تدوير. تفضل كمل تدوير النفايات. الهدف الاساسي هو اننا نعلموا الطفل كيفاش يدير. اخرج محمد. الهدف الاساسي هو اننا نعلموا الطفل كيفاش يستغل النفايات المنزليه والنفايات اللي المخيم. نبداو من المنزل ونوصلوا للمخيم. الحفاظ على الطاقه، حمايه الاشجار، النباتات، حمايه التربه، حمايه الماء. يجي معنا توفير الماء من خلال النفايات. ممكن اننا نصنعوا مواد عضويه وصناعه الاسمده كذلك. نحصل الانشطه الدائمه بالصراحه ورشاد بسام. شي حاجه اللي بسيطه باش نبداو حسب الامكانيات ديال كل جمعيه داخل المخيم.
غتصدر بقايا الاطعمه. بطبيعه الحال حنايا كنعرفوا بان نعطيو مثال كيف ما قالت الاستاذه عائشه، مطيشه فيها بذره، كناخدو ديك المطيشه كنزرعوها، كنعلموا الطفل كيفاش يزرع البذور من خلال النفايات. ورشات الفنيه، ورشات الفنيه هي استعمال بقايا طعام، استعمال بقايا بلاستيك ناخذوه اللي كيكون عندنا في مثلا المكمنات. أمكنة تنفيذ الأنشطة هو فضاء المخيم بصفة عامة كبداية، قاعات ديال الورشات، وبالإضافة أن ممكن نديرو مثلا إلا كنا غادي نديرو ورشة فنية ومبقاش عندنا الوقت في الورشات، عندنا وقت حر داخل المخيم، ممكن أننا ناخدو الطفل باش نشغلوه على المشاكل على انه يدير شي مشكل، غادي نشدوهم وغادي نديروا ورشات فنيه، مثلا دي طابلو بالنفايات اللي عندنا داخل الغرفه ديالنا اللي كنجمعوها في النهار في المصالح، ممكن اننا نستغلوه. التوقيت هو زمن الورشات حسب البرنامج القائم، حيت عندنا جوج ديال الانواع ديال المخيمات، المخيم الجبلي والمخيم الشاطئي. البرنامج ديال المخيم الشاطئي ماشي هو البرنامج ديال المخيم الجبلي، بالتالي برنامج ديال المخيم الجبلي عندنا ممكن نديرو ورشات في الصباح ونديروهم في العشيه. الوسائل والادوات الديداكتيكيه هما مواد البستانه، النفايات، بذور بقايا الاطعمه، نفايات المطبخ، والوسائل اللوجستيكيه من مواد مكتبيه والى اخره، ادوات واساليب التطبيق، والمكلفين باجراءات المشروع، بطاقه تقنيه على المشروع، على النشاط، على اي نشاط بغينا نديرو. الورشه اللي غنديروها خصنا تكون عندنا بطاقه تقنيه ليها. والوسائل اللوجستيكيه كيف ما قلنا، اما مكلفين باجراءات هذا النشاط هو العنصر البشري بصفه عامه، من المدير التربوي والطفل الصغير. وشكرا. شكرا. غادي باش هادشي غادي يتصور ان شاء الله.